السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الكرام في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية. النهاردة هنعمل مع بعض القطايف بحشوتين مختلفتين، وهقول لكم على بدائل للحشو وحاجات كتيرة ممكن نحشي بيها القطايف بتاعتنا. دي القطايف بيبقى ليها ناحيتين، الناحية اللي بتبقى واخدة لون دي اللي بتبقى في الطاسة، والناحية البيضة دي اللي بيتحط من ناحيتها الحشو. هنبدأ الأول نعمل الشربات بتاع القطايف بتاعتنا. هنجيب حلة وهنحط 3 كوبايات من السكر، عليهم 1.5 كوباية من المية، لأن احنا بنحتاج شربات القطايف يبقى تقيل شوية. وهضيف عليهم عصير نص ليمونة، وهاخد الحلة بتاعتي وارفعها على النار. أول ما الحلة بتاعتي تغلي شوية على النار، هضيف عليها كيس من الفانيليا. هنرفع الحلة بتاعتنا على النار ومش هنقلب فيها خالص، علشان السكر ما يجيش على الأطراف بتاع الحلة أو الجناب بتاع الحلة ويتحرق ويتكرمل معانا. بعد ما السكر والمية والليمون يغلوا بالشكل ده، هنزل عليهم بكيس الفانيليا وهسيبهم 2 دقيقتين على النار. وبعد كده هطفي النار على الشربات بتاعنا وهسيبه على جنب علشان يهدى ويتقل شوية لغاية ما نجهز القطايف بتاعتنا. ودلوقتي بس هنديله تقليبة علشان لو في سكر مركز تحت، وعلشان الفانيليا بتاعتنا تختلط بسرعة مع الشربات. تعالوا بقى نروح للقطايف بتاعتنا. هنعمل أول نوع من القطايف اللي هنعملها النهاردة. هنمسك القطايف بتاعتنا ونقفلها نص قفلة، ونسيب الجزء اللي من فوق مفتوح، ونأكد على الجزء اللي احنا قفلناه ونخليه مقفول كويس علشان ما يفكش معانا أثناء القلي. وهعمل بقية الكمية اللي انا هحشيها بالكريمة بالشكل ده، علشان يبقى فيها جزء مفتوح نقدر نحط فيه حشوة الكريمة. وعلى فكرة احنا ممكن نحشي القطايف وهي بالشكل ده وتتاكل على طول، وهي بتبقى لذيذة وطعمة برضو، ما بتبقاش نية ولا حاجة. جربوها وهتعجبكم. هجيب بقى طاسة على النار وهحط فيها زيت، واول ما احس بسخونة الزيت كده وانا حاطة ايدي من فوق الطاسة، وهبدأ انزل بالقطايف بتاعتي وهقلبها في الطاسة علشان تاخد لون ذهبي فاتح. ومن وقت للتاني هقلبها لغاية ما نوصل للون المطلوب. اول ما نوصل للون هطلعها وهحطها في مصفى علشان لو فيها اي زيت زيادة يتصفى منها، علشان ما تبقاش تقيلة معانا في الاكل. هكمل بقية الكمية اللي معايا بالشكل ده، هحطها في الطاسة واقلبها من وقت للتاني. اول ما تاخد اللون هطلعها واحطها في المصفى تصفي. بعدين هسيب القطايف بتاعتي دي على جنب وارجع اشتغل في الشكل التاني، اللي هي القطايف اللي هنحشيها من جوه وهنقفلها كلها. في البداية انا معايا شوية مكسرات مجروشة، جرش خشن. انتي عايزة تحطي فول سوداني، عايزة تحطي جوز هند، عايزة تحطي اي حاجة تقدري تضيفيه. انا حطيت بندق ولوز وعين جمل، وهضيف عليهم 2 معلقة من شربات القطايف اللي احنا عملناه، علشان خاطر المكسرات بتاعتي تبقى ماسكة ما تبقاش مفرفتة جوه القطايف. فلما القطايف تتقلي نيجي نفتحها نلاقي الحشو طلع براها وما بقاش موجود فيها. هقلب كده الشربات مع المكسرات كويس. بعدين هحط شوية من المكسرات في منتصف القطايف بتاعتي، وهقفل الأطراف كويس. وأي حشو زائد لازم أنزله، علشان الزيادة هيخلي القطايف بتاعتي تفتح في التحمير واحنا بنقليها في الزيت. وهأكد على الأطراف كذا مرة ان هي اتقفلت كويس، علشان أثناء ما بنقليها ما تفتحش معانا والحشو يطلع منها. تعالى اقول لكم على طريقة اسهل من الطريقة اللي احنا حشينا بيها في الاول. هقفل جزء كده من القطايف بتاعتي وهحط شوية من الحشو وهقفل، وأكد برضو على التقفيل علشان خاطر الأطراف تبقى مقفلة كويس وتبقى ماسكة كويس بالتقفيل بتاعها. شايفين؟ أنا الطريقة دي بحب استخدمها، بحس ان هي اسهل من اني احط الحشو
في نص القطايف، وبحس ان هي بتوزع الحشو اكتر واسهل واسرع في القطايف بتاعتي. هخلص بقية الكمية بنفس الطريقة. عايزة اقول لكم بس لو ما عندكوش شربات حلويات يكفي، ممكن تحطي عسل نحل، ممكن تحطي عسل جلوكوز، اي حاجة متاحة عندك ضيفيها علشان خاطر بس المكسرات او الحشوة بتاعتنا تبقى ماسكة جوه القطايف بتاعتنا. كده خلاص خلصنا كل الكمية بتاعتنا وقفلنا كويس وتأكدنا من الأطراف ان هي مقفلة كويس. في طاسة سخنة فيها زيت هنزل بالقطايف بتاعتي، برضو هقلبها لغاية ما تاخد لون ذهبي فاتح، وبعدين اطلعها احطها في مصفى تصفي علشان تنزل اي بواقي زيت معانا. دلوقتي احنا خلصنا كل القطايف بتاعتنا وجبنا الشربات بقى دافي، هنزل القطايف بتاعتي مع الشربات. طيب لو الشربات بتاعنا ساقع وكان عندنا في التلاجة جاهز من قبلها، يبقى هنطلع القطايف وهي سخنة بعد ما تصفي الزيت شوية وننزل بيها في الشربات على طول، او نحط القطايف بتاعتنا في طبق التقديم ونصب عليها الشربات التقيل. كده احنا طلعنا القطايف اللي احنا حشيناها مكسرات وقافلينها. دلوقتي بقى هنزل القطايف اللي انا هحشيها كريمة. دايما بنطلع القطايف في مصفى علشان اي زوائد من من الزيت او من الشربات يخرج منها. دلوقتي انا معايا الكريمة بتاعتي وهجيب كيس تلاجة عادي خالص وهبدأ احط الكريمة احشي بيها القطايف بتاعتي. طيب ايه بدائل حشو الكريمة؟ ممكن نحشي كريم شانتيه، ممكن نحط قشطة عادي، ممكن نحط خلطة جبن، ممكن نحط الكريم باستري على لبن ساقع ونخفقه، ممكن نحط نوتيلا، ممكن برضو نحشيها لو عندي بسبوسة، بواقي بسبوسة، بواقي كنافة، نفتتها كده بشوكة ونحشيها ونحط عليها من بره ايس كريم، بتبقى طعمها حلو قوي. ممكن نحط عليها من بره كريم شانتي. كل الحشوات اللي انت عايزة تحطيها تقدري تضيفي انواع حشوات كتير. ممكن كمية القطايف معاكي تعمليها بكذا حشوة مختلفة، مش شرط تحشيها مكسرات وتحشيها كريمة زي ما انا عملت. ممكن نحشيها القشطة اللي هي لبن ونشا وسكر ونحطها على النار، اول ما تتقل نسيبها تبرد وبعدين نحشي بيها. اي حشوة انتي بتفضليها وبتحبي طعمها تقدري تضيفيها في القطايف بتاعتك. القطايف بتتقبل نوعيات حشو كتير جدا. وده كان فيديو النهاردة واتمنى يكون عجبكم، ولو عجبكم هستنى تعملوا شير ولايك للفيديو وتدوسوا على زر اشتراك وتفعلوا الجرس لو حابين يوصلكم مننا كل جديد. وهستنى ان انتوا تكتبوا لنا رأيكم في التعليقات لو جربتوا الطريقة بتاعتنا. واترككم في رعاية الله وامني، واشوفكم في يوم جديد وفيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.